مرحبا مرحبا يا أحلى الحلوين. لو جاي عبالك إنك تاكلي شاورما بس بالطريقة السورية، بالطريقة الأصلية، من غير أي زيادات، من غير مكونات صعبة، خليكي معي بهذا الفيديو علشان نعمل أحلى وأسهل طريقة شاورما بالطريقة الأصلية. أول شغلة رح نجيب أي صدور دجاج عنا ورح نقطعها لقطع زي ما انتم شايفين بالفيديو، لا هي صغيرة كتير ولا هي كبير، أنا بدي إياها قطع متوسطة الحجم، تمام؟ نفس اللي بالفيديو بالضبط. رح أجيب طاسة أو مقلاي على الغاز، رح أحط فيها شوية زيت وأبدأ إني أقلب الدجاج اللي أنا قطعته مع بعض. رح أحط علبة زبادي، الزبادي رح يخلي الدجاج كتير طري ويكون هيك جوسي. رح أحط هلأ التوابل كتير 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 مهمة بهاي الوصفة. رح أحط هيك بس نص كاسة مي. رح أحط دبس الرمان بيخلي الأكل فيه هيك مزازة وحموضة كتير كتير، بتكون طعمها زاكي. طيب التوابل هلأ اللي عندي سماق، وعندي فلفل أسود، عندي كمون، عندي بابريكا، وعندي معلقة شطة. والأهم من هذا كله زي ما قلت لكم هم 2، دبس الرمان والسماق. رح أحط التوابل وأبدأ إني أقلب. في ناس بتحب تحط صلصة، في ناس لا. أنا الصراحة بحب أحط صلصة، لو بالمعلقة الصغيرة بحط 3 معالق، وبرش رشة ملح صغيرة زي ما انتو شايفين. رح أبدأ هلأ إني أقلب الدجاج مع البهارات مع الزبادي مع دبس الرمان، وأرجع لكم بعد ما تستوي. هيك خلص بعد ما استوت رح أطفي عليها. رح أجيب خبز الاشراك أو الخبز اللي هو تاع الشاورما، بتقدروا أنكم تجيبوه من أي مخبز، يعني يفضل أحسن من هداك الخبز التاني لأنه هو هذا طعم الشاورما الأصلي. رح أخد قد ما أنا بدي زي ما أنتم شايفين هلأ. رح أفرد خبز الاشراك أو خبز الشاورما وأبدأ إنه أحط عليه مكونات الشاورما اللي أنا عملتها. بس بأول شغلة لو في عندك زبادي رح أبدأ أني أحط زبادي، ورح أحط هلأ الشاورما يلي أنا عملتها من غير لا فلفل أخضر ولا فلفل رومي ولا شطة ولا أي شغلة. هي هاي طريقة الشاورما الأصلية السورية. رح أحط كاتشب، ولو في مستردة كمان، المستردة بتعطي طعم هيك حموضي مزز، يعني إشي فظيع، إشي فخامة. ترى كيف رح أبدأ إنه ألف خبز الشاورما. لما أجي هلأ ألف رح أضغطها ضغطة كويس عشان أتأكد إنها قفلت. رح أعمل كمان واحد تاني قدامكم. رح أفرد الزبادي ورح أحط الدجاج أو الخلطة تاعت الشاورما اللي نحن عملناها، ورح أحط كاتشب مستردة، ورح أبدأ برضو إنه ألفها بنفس الطريقة. لو في عندك زيتون شرائح بتقدر إنك تحطي زيتون برضو، بتعطي طعم كتير حلو. طيب هيك عملت 2 بنفس المقلاية اللي احنا عملنا فيها الدجاج. رح احط الشاورما عشان ياخدوا الصوص اللي كان من تحت، وكمان انك ما توسخي كتير طناجر الصراحة او مقلايات. رح ادهنها بس من فوق هيك بسمنة عشان تعطي لون كتير حلو. واحدة دهنتها بالسمنة والتانية دهنتها من الصوص اللي هو نزل من الدجاج او من الشاورما اللي احنا عملناها. يا سلام يا سلام على الشكل، والله شكلها فخم فخم فخم، وريحتها كتير 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 بتشهي. طبعا ما في أسهل من هيك. جنبها رح أنا أقطع فلفل ألوان شرائح للتزيين بس مش أكتر، يعني أنا ما استخدمت فيها طبعا مكونات كتير، زي ما قلت لك صدرين دجاج وقطعتهم شوية توابل وأحلى شاورما. هي هاي الطريقة الأصلية. ولو في عندك خيار مخلل يعني هيك صارت سوري سوري.
رح احط هلا كاتشب، مستردة، اي اشياء هيك بتحبوا تاكلوا معها الشاورما طبعا. بس هاي طبعا كانت وصفة اليوم، هي طريقة عمل الشاورما السوري بأسهل وأسرع طريقة وبالمكونات الأصلية. ما تخلوا حدا يضحك عليكم ويحكي لكم أي إضافات تانية. إذا عجبك الفيديو ما تنسي تعملي لايك، شير، سبسكرايب، وتنشروا الحلقة بين أصحابكم. بتمنى الفيديو يكون سهل معكم وسريع وانبسطتوا. رح أقطعها قدامكم، تطلعوا كيف جوسي وكيف شكلها أصلا كتير كتير زاكي، وفعلا بضمن لكم إنه طعمها راح يكون زي المطاعم وأحلى كمان، لأنه أنت عملتها بالبيت أنظف وأسرع وأسهل وأحلى. ألف صحة على قلوبكم، واستنوني بفيديو جديد. شكرا كتير.